اهلا بيكم في فيديو جديد. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. هنبدأ فيديو النهاردة بجندي اسمه جيك من البحرية الأمريكية. تقاعد بسبب ان هو اتصاب في رجله ورجله اتبطرت، وبعد كده بقى كل اللي يعمله ان هو بيسهر وبيعمل شوية مشاكل كده. وفي مشكلة عملها في يوم من الأيام وفضل يضرب في الراجل ده. راح الحرس بتاع الكازينو مسكه اداله علقة وطلعه بره. وطبعا بعد كده جاله اتنين قالوا له احنا عايزينك في موضوع مهم جدا بخصوص اخوك. راح معاهم وقالوا له انت اخوك مات وهو بيعمل المهمة على كوكب بندورة، وانت اكتر واحد شبهه في الشكل وفي الجينات وهتقدر تساعدنا بدرجة كبيرة جدا. وفعلا بدأ ان هو يجمع الكلام كده ويقتنع، وخدوه وسافروا لمدة 5 سنين عن طريق سفينة فضائية، وراحوا الكوكب اللي بيعيش فيه اللي هو الافاتار اسمه كوكب بندورة. وفعلا وصلوا هناك للقاعدة اللي هم عايشين فيها، وطبعا هو نزل بالكرسي بتاعه وداخل جوه وكان مبهور بالمكان. وده القائد العسكري بتاع القاعدة العسكرية الموجودة في كوكب بندورة، وكان طبعا بيكلم الناس كده وبيحمسهم وبيقول لهم لازم الناس كلها تاخد بالها طالما طلعوا بره. وبدأ طبعا هنا جيك يندهش من شكل الافاتار، وقال شكلهم ضخم جدا جدا، لكن هو في الاخر اعجب بشكلهم. وطبعا كان كل يوم يسجل فيديوهات كده بالاحداث اللي حصلت في يومه. ودي الدكتورة جريس، دي من ضمن الناس اللي عايشة هناك بقالها فترة كبيرة جدا، وهي اللي علمت الافاتار اللي عايشين على كوكب بندورة اللغة الإنجليزية، وهي طبعا اللي بتحلل الدنيا الموجودة هناك. والراجل ده صاحب شركة كبيرة مسؤول عن بتنقب عن معدن موجود هناك. المعدن ده غالي جدا جدا، وهم عايزين المعدن ده وعايزين يطلعوا الكائنات دي من المكان ده عشان ياخدوا المعدن ده. وبدأوا بعد كده يعملوا زي معايرة أو محاكاة كده لجيك مع كائن من كائنات الأفاتار دي، ودخلوه في جسم واحد منهم. وفعلا كان مش مصدق نفسه وفضل يطلع بره ويجري على رجله مش مصدق خالص. وطبعا بعد كده جه نام، وبعد ما بينام بيرجع تاني لطبيعته الأولانية. وبدأ بعد كده القائد العسكري ده يكلمه ويقول له انا عايزك عين الموجودة في المكان ده وتسمع الكلام وتخلي بالك من نفسك جدا جدا وتكون فايق كده، لان اللي بيطلع بره الدنيا هناك صعبة جدا وكائنات الافاتار دي متوحشة قوي قوي. وفعلا بدأ اول رحلة استكشافية في الكوكب ده، وكان مبهور جدا بالكائنات الموجودة هناك. وفعلا نزلوا وبدأ يمشي كده، ولقى كائن شبه الخفاش وكائنات تانية شبه القرود كده. وراحوا مدرسة ولقى فيها مكان زي ضرب نار كده، وبيقول للدكتورة جريس ايه اللي حصل هناك. قالت له متشغلش نفسك. وبعد كده طبعا من تطفله لقى كائنات كده غريبة، فضل يحط صباعه عليها راحت نزلت لقى كائن زي الخرتيت كان هيجري وراه. الدكتورة قالت له ما تعملش اي حاجة وخليك واقف مكانك هو هيجري. طبعا لقى من وراه ان في كائن تاني كده شبه الاسد فضل يجري وراه، وطبعا كان هياكله لولا ان هو عرف يهرب ونط في البحر. وطبعا تاه في الغابة الموجودة هناك وفضل يمشي عشان يدور على الناس اللي معاه. جات واحدة كانت هتموته، بس لا جات لها كده كائن وعرفت عن طريق الكائن ده ان الراجل ده كويس. لا وكمان انقذته لما هجمت عليه الكلاب البرية المتوحشة وضربته بسهم كمان الكلب اللي كان هيموت جيك. وبعد كده بعد ما ضربت الكلاب الموجودة حواليه خدته ومشي، بس كانت بتقول له انت ما تجيش ورايا دلوقتي، انا انقذتك بس، وانا كمان متضايقة منك لانك تسببت ان انا اقتل كلب موجود هناك. بعد كده وهو واقف كده لقى ان في كائنات من شجرة مقدسة كده اتجمعت حواليه. والبنت دي اسمها نتيري كانت طبعا مستغربة جدا من اللي حصل ده. وبعد كده جم الناس اللي في القبيلة بتاعتها وكانوا هيموتوه، بس قالت لهم محدش يعمل له حاجة وخدته هناك. وبدأت بعد كده باباها ومامتها ودول رؤساء القبيلة بيقولوا لها ايه اللي خليك تجيبيه هنا. حكت لهم بقى على القصة بتاعت الكائنات بتاعت الشجرة المقدسة دي اللي بتديهم إشارة معينة ان الراجل ده كويس.
بدأت مامتها تعمل له اختبار كده، وعن طريق الاختبار ده اتأكدت فعلا ان هو ممكن يجي منه وممكن يكون فعلا واحد صالح ويساعدهم بعد كده. وبدأ بعد كده جيك يتعايش معاهم ويتعلم منهم، وكمان ودوه المكان ينام فيه وودوه لسريره. وبعد كده بعد ما نام وفاء، طبعا الناس اللي موجودين في القاعدة العسكرية كانوا مذهولين جدا من جرأته وذكائه، وبدأوا يحكوا عليه وقالوا قد ايه هو شجاع وذكي، وقدر ان هو يخش جوه القبيلة اللي موجودة هناك. وبدأ القائد العسكري كمان يفتخر بيه ويقول له انا اتمنى يكون عندي 10 منك بذكائك وشجاعتك. وبدأ الراجل ده يقول له انا محتاجك في خلال 3 شهور انك تكسب ثقتهم وتقدر تتفاوض معاهم وتمشيهم من المكان ده عشان ناخد المعدن اللي احنا عايزينه. وبعد كده بدأت تعلمه ازاي يركب الحصنة اللي هي بتاعتهم دي، بتقوله انك تحط شعرك في شعر الحصان كده، فده بيحصل اتصال بينك وبينه وتقدروا تتعايشوا مع بعض. وبعد كده راحوا رحلة من القاعدة العسكرية دي بطيارة. طبعا كان المكان ده مذهولين جدا منه، وراحوا عملوا زي معسكر كده في مكان تاني عشان برضو يعملوا محاكاة مرة تانية. وفعلا عملوا محاكاة مرة تانية، وراح مع نتيري بتعلمه ازاي ان هو يركب الطائر ده. وطبعا كانت بتقوله ان لكل واحد طائر هو الطائر ده بيثق فيه. وبدأت كمان تعلمه ازاي يضرب بالقوس والسهم، وبدأ ان هو يتعلم واحدة واحدة كده. وبدأ كمان يتعلم ركوب الحصنة، بس برضه لسه بيقع. واخدته في جولة صيد ويتعلم ازاي يصطاد. وبدأت جريس تروح للتلاميذ بتوعها، وبدأت جريس في اللقطة دي بتقول له انت لازم تاكل. وقال لها ما انا باكل. قالت له انت بتاكل في جسمك التاني مش جسمك الاصلي. وبعد كده قالوا له تعالى في جولة كده هناخدك فيها عشان تختار الطائر بتاعك. انتوا الاتنين هتعملوا زي جولة كده، واللي هيبص في عينك فيهم هو ده هيبقى الطائر بتاعك، بس هي فرصتك مرة واحدة بس انك تقدر تتحكم فيه وتسيطر عليه. وفعلا مسك واحد وقدر يتحكم فيه وعمل اتصال بينه وبينه بنفس الطريقة. وطبعا خدوا طار وعرف ان هو يروده كده. ونتيري خدت كمان الطائر بتاعها، وهم طايرين كده كمان جه طائر عملاق جدا فضل يهاجمهم لحد ما عرفوا يهربوا منه بالعافية. وفضلت نتيري تحكي لجيك ان الطائر ده اسطورة، مش اي حد بيعرف يروده ولا يعمل اتصال بينه وبينه. وبدأ بعد كده قائد العسكري يكلم جيك، قال له انا عايزك تفوق كده معايا لان المهلة قربت تخلص، وانت لحد دلوقتي لا اتفاوضت معاهم ولا كسبت ثقتهم لحد دلوقتي. وفعلا بدأ بعد كده جيك يكسب ثقتهم، وبدأوا يعملوا له طقوس ان هم يخلوه واحد من القبيلة بتاعتهم. وجريس كانت مبسوطة جدا بيه. ونتيري بعد كده خدته المكان بيقدروا يتصلوا بيه بأسلافهم بنفس الطريقة اللي بيتصلوا بيها بالكائنات بتاعتهم، وبيحطوا شعرهم كده عند الحاجات دي. وبيقدروا ان هم يسمعوهم كمان. وطبعا في الفترة دي كان نتيري وجيك حبوا بعض جدا، وقرروا كمان ان هما يتجوزوا. لكن بعد كده بعد ما نام طبعا صحي جريس وقومته وقالت له انت لازم تاكل، مينفعش اللي بتعمله في نفسك ده. وطبعا كان جسمه طبعا زي جثة هامدة كده، ونتيري عمالة بتفوقه لان القائد العسكري خد قرار ان هو يهجم عليهم كمان ويدمر لهم الشجرة المقدسة بتاعتهم. وفعلا هجم عليهم بطريقة وحشية جدا. لكن في اللقطة دي بدأ جيك ان هو يفوق تاني ويحط جسمه في المكان اللي هو في جسم الافاتار ده، وطلع فوق كمان ودمر الكاميرات بتاعتهم وقال لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. وبدأ قائد القبيلة يقول لهم احنا لازم نستعد للحظة دي ونهاجمهم ومنسكت لهمش تاني ابدا. لكن قائد العسكري راح هناك وطبعا فك المعايرة دي وخدوا على القاعدة العسكرية بتاعتهم الموجودة هناك. وجريس بدأت تقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، اللي بتعمله ده دي طريقة وحشية جدا في انك تمشيهم من المكان ده. وطبعا حرق لهم كل حاجة والغابة والمكان اللي هم عايشين فيه في الغابة دي. وطبعا خدهم ومشوا. لكن هم كمان كائنات الافاتار قدروا ان هم يحرقوا الدبابات بتاعتهم والجنود الموجودين فيها. والراجل ده بدأ يكلم القائد العسكري قال احنا لازم نهجم عليهم تاني، بس المرة دي احنا هنهجم عليهم بقنابل الغاز الاول. لكن قالوا لجيك احنا هنديك فرصة تانية لمدة ساعة واحدة بس انك تتفاوض معاهم، لو ما عرفتش تتفاوض معاهم احنا هنهجم عليهم بالطيارات.
وبدأ جيك يقول لهم ان انا اصلا جيت وسطيكوا عشان اللحظة دي، وانا اقدر اتفاوض معاكم واقول لكم تمشوا من المكان ده لمكان تاني، لان هم عايزين المعدن الموجود تحت المكان اللي انتوا عايشين فيه. وطبعا نتيري زعلت جدا منه، ما كانتش متقبلاه خالص، وقالت له انت كنت بتضحك عليا، امال اتجوزتني ليه وبتقول لي ان انا بحبك ليه؟ وطبعا خدوهم هما الاتنين وقبضوا عليهم وربطوهم في الشجرة. وطبعا بعد كده قائد العسكري شاف عن طريق الكاميرات ان هم مربوطين جدا، فقال خلاص طالما الحل الدبلوماسي خلص يبقى هنبدأ نهجم. وفعلا بدأ يهجم عليهم ويحدف عليهم قنابل الغاز، وبدأ جيك يقول لهم اهربوا بسرعة، الناس دي ما بتتفهمش ولا هترحم. بدوا اول حاجة بقنابل الغاز يحدفوها عليهم عشان يطفشوهم ويمشوا، لكن طبعا هم ما كانوش بيمشوا. قالوا خلاص احنا لازم نبدأ نستخدم معاهم القوة الغاشمة. وطبعا الكائنات الافاتار بدأوا يحدفوا عليهم السهام، لكن طبعا مش هتعمل اي حاجة. بدأوا يستخدموا القنابل والصواريخ في ان هم يدمروا الشجرة بتاعتهم ويدمروا المكان بتاعهم، وفضلوا يحدفوا عليهم في كل مكان. وكمان قدروا ان هم يدمروا الشجره المقدسه بتاعتهم، لكن طبعا الطياره اللي هي مع جيك ومع الفريق بتاعه خدت الطياره بتاعتها ومشت، كانت معترضه على اللي بيحصل ده كله. ووقعت الشجره المقدسه وهم طبعا كانوا مصدومين جدا وبيعيطوا، وطبعا كلهم حزن بسبب اللي حصل ده. وطبعا كانت الحرايق في كل مكان والتدمير في كل حتة، وخدوا بعضهم ومشوا بعد كده في اللقطة دي، لكن بعد ما خلاص باباها قائد القبيلة كان مات. وبدأوا مرة تانية ان هم يفنشوا المعايرة بتاعة جيك، وطبعا جسمه وقع زي الجثة الهامدة تاني، وخدوه كمان سجنوه هو والدكتورة والمساعد بتاعهم التالت. والقبيلة طبعا خدوا بعضهم ومشوا من المكان ده، وكانوا زعلانين جدا جدا. وهم مسجونين كده، جت الطيارة اللي هي بتساعدهم وضربت الحارس اللي موجود على بوابة الزنزانة بتاعتهم وخدتهم ومشوا. فضلوا يجروا طبعا وخدوا الطيارة بتاعتهم وطاروا، لكن القائد العسكري فضل يضرب عليهم عشان يمنعهم، لكن معرفش يعمل معاهم اي حاجة. وفي اللقطة دي كانت الدكتورة اتصابت اصابة كبيرة جدا، وطبعا كانت بتوجع بسبب الاصابة دي. وجي بعد كده زميله ده وخلاه يعمل معايرة. طبعا لما جيك قام لقى طبعا المكان كله متدمر، والمكان بقى شكله وحش جدا جدا بسبب افعال البشر والدمار اللي عملوه هناك. وجيك لقى الطائر بتاعه، فضل وهو طاير كده، ولقى طبعا الطائر الاسطوري تحته اللي اسمه طارق مكتو، وقدر ان هو يروده ويبقى كمان القائد بتاعه يعمل اتصال بينه وبينه. وراح كمان للقبيلة بتاعت الافاتار دي، وراح بالكائن الاسطوري ده، ومحدش كان مصدق ان هو قدر يروده. وطبعا كلهم بيوسعوا له كده عشان يروح للنتيري يكلمها، وقال لها ان كل اللي حصل ده كان غصب عنه، وانا ضد افعال البشر وضد اللي بيعملوه في الكوكب بتاعكم. وبدأ كمان جيك يكسب ثقة اخوها، وبعد كده قال لهم انا عايز مساعدتكم انك تنقذوا الدكتورة جريس. بدأوا فعلا يعملوا كده زي الطقوس عند الشجرة المقدسة بتاعتهم، بس في الاخر ما قدروش ان هم يعملوا لها اي حاجة وماتت. وطبعا جيك زعل جدا جدا وبدأ يخطب فيهم ويقول لهم ان البشر بالطيارات بتاعتهم هم طايرين هيهجموا عليكم بكل قوتهم بالصواريخ بتاعتهم، فلازم ان احنا نقدر نحاربهم ونجمع باقي القبائل معانا. فعلا جمعوا باقي القبائل معاهم وفضلوا يروحوا على كل الشعوب الموجودة حواليهم. وبدأ القائد يخطب كمان في العساكر بتوعه يقول لهم ان هم بيحشدوا القوة كبيرة جدا عشان يحاربونا. وفعلا القائد العسكري خد القرار وخد الطيارة بتاعته وبدأ ان هو يهجم عليهم. وطبعا هم بدأوا يعملوا لهم مفاجأة كده ويهجموا كمان بالكائنات بتاعتهم اللي بتطير. وقوات المشاة بتاعت القائد العسكري نزلت تحت وبتعمل هجوم قوي جدا مع الآليين على طبعا الناس اللي هم موجودين في الغابة تحت. وبدأت بعد كده اللي هم الكائنات اللي بتطير دي مع الافاتار ان هم يمسكوا الطيارات ويحاولوا ان هم يهدوها ويبعدوها بعيد. وبدأ فعلا جدا قبائل الخيول بتجري بسرعة جدا وبتحاول ان هي تحارب قوات المشاة، وبدأت الحرب طبعا تتوسع في كل مكان. لكن هم بدأوا يهجموا بالصواريخ بتاعة الطيارات في كل حتة، والطيارة اللي هي زميلتهم دي اللي بتساعدهم بدأت ان هي تحاول تضرب عليهم، لكن في الاخر ماتت وفجروا لها الطيارة بتاعتها. وبعد كده الطائر بتاع نيتيري كمان مات
مات في اللقطة دي، وهي كانت زعلانة عليه جدا جدا بسبب قوة الصواريخ والمتفجرات اللي كانوا عمالين بيحدفوها. وبدأ بعد كده اخو النتيري يمسك الناس الموجودين جوه الطيارة دي، فضل يضرب فيهم وقتل كذا واحد، لكن في الاخر في جندي ضربه بالنار وطبعا وقع من فوق الطيارة ومات. وبدأت بعد كده نتيري مع قوات اللي كانت معاها تحت، معظمهم ماتوا وطبعا كانت هتموت، لكن بعد كده الكائنات اللي عايشة على الكوكب بدأت تساعدهم ويضربوا في كل الجنود الموجودين هناك، ومش بيأذوا الكائنات اللي عايشة دي. كمان الأسد اللي كان بيهاجم جيك في الأول اتحول وبقى أليف وبدأ يتعاون معاهم كمان، وخد نتيري وفضل يجري بيها ويقتل باقي الجنود. وبعد كده جيك خد قرار ان هو يقضي على الطيارات الموجوده هناك، ومسك كمان قنبله وقع الطيارات كلها، وما كانش فيه ولا طياره موجوده هناك. والوحيد اللي بقى الوقت القائد العسكري بالانسان الآلي بتاعه، ونزل تحت فضل يضرب في جيك شويه وفي نيتيري والكائن بتاعها شوية، لكن في الآخر قتل طبعا الكائن اللي مع نيتيري. لكن جيك قدر ينقذها وجه من وراه وكان هيموته، لكن ضارب بينهم معركة كبيرة جدا، وعمال بيقول له انت هتضرب بني جلدك عشان تتعاون مع الناس دي، طب انا هديلك بقى المكان بتاعي منه معين. وفعلا بدأ ان هو يبوظ هوله وكان هيموته في الاخر، ومسكه كده ورفعه بايده وكان يقتله خلاص بالسكينة بتاعته، لكن جت نيتيري بالقوس والسهم بتوعها وضربته كمان وانقذته وضربته بثلاث اسهم. وطبعا فضلت تجري بعد كده على جيك وبتقول له فوق فوق يا جيك، وجيك طبعا طلع بره بيحاول ياخد القناع بتاعه عشان يتنفس، لكن كانش عارف يوصل له. وهي طبعا لما فضلت تنده عليه ما بيردش، بقت تجمع ان هو جوه وحطت له القناع بتاعه. بعد كده بدأ يعمل جيك معايرة مرة تانية، وبدأ اخو النتاري يتكلم معاه ويقول له انت لازم تبقى القائد مكاني دلوقتي، انا خلاص بودع والحل الوحيد انك تقتلني. وفعلا قتله عشان كان كده كده ميت، وبقى هو القائد. وكمان راحت القبيلة للقاعدة العسكرية دي وطردوا كل البشر اللي عايشين هناك ومشيوا. وبعد كده جيك ودع القاعدة العسكرية دي وكمان ودع جسده، عشان هم بعد كده عملوا له طقوس ان هو هيفضل على طول عايش في جسم الافاتار ده. وبكده يبقى خلص ملخص النهاردة، وإلى اللقاء في ملخص تاني جديد.